تشتهر الموصل بالتجارة مع الدول القريبة كسوريا وتركيا، ويتحدث أغلبية سكانها اللهجة الموصلية التي تتشابه مع اللهجات السورية الشمالية. ولهذه اللهجة الموصلية الدور الأكبر في الحفاظ على هوية المدينة، وهي فريدة بطبيعتها وتختلف عن بقية لهجات العراق والشام. ومن أهم خصائصها قلب الراء إلى غين في معظم الكلمات. ويا سبعة ست الوسخ مالك ما تخشى على البرميل مليان؟ يعني ما تطيق انت تشتري لك برميل وتخليه وساخك بالبرميل الا عندي؟ يا اخي اخر مره اعتبرها البرميل ب 300 دينار يا اخي، ويومي على صفور، هاي اخر مره بعد ما نتعاطاها. ما شرط الا برميل، اذا ما تقدر تشتري برميل خليها باكياس نايلون، بقوني، بكرتون فارغ يا اخوي. يعني تصير؟ هالشم ما تصير يابا بس هالمره. يلا بقلبها بقلبها. هذا الممنون. روح مع السلامه. أغلبية سكان الموصل من العرب، وينحدرون من 5 قبائل رئيسة، وهي شمر والجبور والدليم وطي والبقارة. ويوجد أيضا مسيحيون ينتمون إلى عدة طوائف، وصابئيون من دائيون وأيزيديون وأكراد وتركمان وشبك. كلمة موصل هي من كلمة أصل، ولا يعرف بالتحديد معنى تسمية نينوى، وهو اسم المدينة في زمن الأكديين. للمدينة عدة ألقاب تعرف بها، كأم الربيعين لاعتدال الطقس بها في الربيع والخريف، والحدباء لاحتداء دجلة لدى مروره بها، أو لاحتداء بمنارة الجامع النوري. وللموصل أسماء وألقاب عدة، منها الحدباء، الفيحاء، الخضراء، البيضاء، أم الربيعين، الحصين، حسنة، عبراية، عرباية، خولان. يعود تاريخ الاستيطان البشري في المنطقة إلى ما قبل العصر الحجري، حيث استوطن البشر في السهل الممتد شرقي الموصل، وخاصة ملتقى نهري الخوصر ودجلة، وذلك لخصوبتها ومرور القوافل التجارية بها. كانت الموصل قلعة صغيرة نشأت قديما على الساحل الأيمن من دجلة في المكان الذي يعرف بمحلة القلعة، وقد عرفت هذه المحلة في السريانية باسم حصن عبراية، أي الحصن العبوري. توسع هذا الحصن في العصر الإسلامي، وباتت الموصل المعبر الذي يمر به كل قاصد، وهي حلقة الوصل بين بلاد الرافدين ومحيطها. أما مدينة نينوى التاريخية فكانت مركزا هاما لتجمع السريان الذين انتموا في الغالب إلى الكنيسة الكلدانية وكنيسة المشرق الآشورية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية، وكذلك بعض الأرمن، حيث زاد تعدادهم بعد الحرب العالمية الأولى فيها، غير أن أعدادهم قلت منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الهجرة إلى خارج البلاد. ازدهرت الموصل كمركز تجاري في القرن السادس عشر، وذلك بحكم العلاقات التي ربطتها مع البلدات المجاورة، كما اشتهرت باستيراد الصوف من غيلان، غير أن سيطرة العثمانيين عليها غير مسار التجارة، فأصبحت تستورده من بعلبك وتصدر الأقمشة المصنوعة منه إلى أوروبا، حيث عرفت بالموصلين نسبة إلى المدينة. عرفت الموصل كأحد مراكز تصدير النفط في الشمال بعد الاحتلال الإنجليزي للعراق، كما اتجه العديد من أهلها من تربية الماشية والمهن الحرفية إلى قطاع الخدمات. توسعت الزراعة فيها وتنوعت بعد إنجاز بعض مشاريع الري على سد الموصل ونهر الزاب الكبير، وأصبحت تزرع فيها المحاصيل الصناعية كالذرة والقطن تحت منظومات الري التقليدية والحديثة.
عانت مدينة الموصل من الركود الاقتصادي منذ تسعينيات القرن الماضي، وتزامن هذا مع هجرة الأيدي العاملة الحرفية والكوادر الأكاديمية إلى خارج البلاد. من أشهر الأسواق في مدينة الموصل هو سوق النبي يونس وسوق السرج خانة وباب السراي وباب الطوب، كما يوجد في الموصل مطار دولي وسكك حديد والعديد من الجسور. اشتهرت الموصل منذ العصر الإسلامي بكونها أحد أهم مراكز الموسيقى في الدولة الأموية والعباسية. فيها نشأ إسحاق الموصلي وزرياب، ويعتقد أن فيها نظمت الموشحات العربية متأثرة بموسيقى الكنيسة السريانية. وعرفت المدينة بالعديد من قارئي المقام في أوائل القرن العشرين مثل ملا عثمان الموصلي وأحمد عبد القادر الموصلي وحنا بطرس. كما اشتهر الأخوة جميل ومنير بشير بعزف العود والمقامات في النصف الثاني من القرن ذاته، وحققا شهرة عالمية للموسيقى الشعبية الموصلية عن تلك المنتشرة في باقي أنحاء العراق، وذلك على الرغم من تأثير المقام العراقي عليها. في الساحل الأيسر للمدينة تقع جامعة الموصل، والتي أسست عام 1967 وافتتح في العام 1994 كلية الحدباء الجامعة. كما توجد في المدينة مكاتب عدة، منها مكتبة الأوقاف التي تحتوي على الكثير من المخطوطات، والمكتبة المركزية العامة التي يعود تاريخها إلى عام 1921، ومتحف الموصل الحضاري. للمرأة الموصلية حظوة مجتمعية كبيرة، فقد تبوأت العديد من المناصب والمراكز الرسمية والاجتماعية، على اعتبار أن المدينة تمتاز بطابع مدني حالها حال بغداد والبصرة، التي مارست فيها المرأة مختلف الحريات المكفولة دستوريا والمتعارف عليها اجتماعيا. كما أن للحريات الإعلامية والممارسات والنشاطات الفنية والثقافية دور واسع وكبير في المدينة. وتشتهر الموصل بالعديد من الأكلات الشعبية، وأشهرها الدولمة والقوزي والمنبارات والباتشا وكبة الموصل والعروق والعرايس والقلية والقيمر والقشفي. وهناك أيضا العديد من الحلويات، أشهرها البقلاوة والكليتشة والزلابية السوداء والصفراء والسشق. وهناك أيضا المقبلات، وأشهرها الطرشي والعنبة، والعصائر والمشروبات، وأشهرها الشاي الموصلي وعصير الزبيب وشراب السوس. ومن أبرز شوارعها شارع النجفي، وهو معروف ببيع الكتب والقرطاسية، وفيه نشأة أولى المكتبات ودور النشر في المدينة. وقد عرف عن أهل الموصل كما هو حال أهل العراق حبهم وشغفهم بالقراءة. وتضم الموصل أيضا جامع النبي يونس والنبي شيت والنبي دانيال والنبي جرجيس، وتعرف بأنها مدينة الأنبياء لضمها أكثر من 40 نبيا. ثاني جامع بني في الموصل هو الجامع الكبير الذي بناه العادل نور الدين زنقي، ولم يبقى من الجامع الأصلي سوى ميذنته الحدباء، وهي تعد أشهر معلم في المدينة، حالها حال شارع الدواسة والغابات والجسر القديم ومحلة باب الطوب. كما تعد كنيسة مارتوما الرسول للسريان الأرثوذكس التي تنسب إلى مارتوما أقدم كنيسة في المدينة، إذ يرجع أقدم ذكر لها إلى القرن السادس الميلادي، وقد كانت مقرا لمطرانية الموصل للسريان الأرثوذكس. ولعل من أهم الكنائس الحديثة كنيسة الساعة، والتي أسسها الآباء الدومينيكان. في العاشر من حزيران عام 2014 دخلت دواعش إليها وسيطروا على مطارها الدولي وعدد من القواعد والمعسكرات وبناية محافظة نينوى،
وعبثوا حينها بالممتلكات العامة والخاصة، وهجروا المواطنين على أسس قومية ودينية ومذهبية، وقتلوا العديد من الأبرياء. وتحتوي الموصل على مدينة النمرود الآثرية والحضر أيضا، والعديد من المعالم التي عبث بها الدواعش، وصادروا الحريات العامة ومنعوا وسائل الإعلام وأجهزة الاستقبال الفضائي فيها، وتعاملوا مع المرأة بفكر متخلف، ففرضوا عليها النقاب ومنعوا سيرها في الشوارع إلا بشروط، وباتت عرضة للزواج القسري وغيرها. إلا أن الحكومة العراقية لم تقف أمام حجم الخسائر البشرية والمادية، حيث شرعت بتوجيه القطاعات من شمالي صلاح الدين لتحرير المدينة من رجس الإرهاب.